ازيكم عاملين ايه؟ يلا مع بعض النهارده هنعمل عجينة. عايزة اسميها كرواسون سميها، عاوزة اسميها مولتو سميها، عاوزة اسميها فطاير سميها، اللي انت عاوزاه تسمي بيها سمي بيها. معايا دقيق، هنحط عليه معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، ونقلبهم كويس مع كيلو دقيق. وهنا معايا بيضتين هننزل بيهم على الدقيق. بقلب ايه مع الدقيق معايا تاني. هنقول المقادير: كيلو دقيق، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة من كل اللي هنقوله ده، معلقة صغيرة بيكنج باودر، سكر، ملح. وهننزل معاهم ببيضتين. الزبادي اللي انا حاطاه ده، عايزه تنزلي بالزبادي تعززي الطعم انزلي، مش عاوزه تنزلي بيه وعايزه تعملي كله ميه زي انا ما عملت، خير وبركه يعني. انا ما استخدمتش الزبادي بتاعي بحيث ان انا ما اكلفش العجينه كتير، لان ايه، الوصفه دي انا مسميها مولتو الغلابه. مش عايزاها تبقى مكلفه، عايزه ايه، تبقى مقاديرها بسيطه وطريقتها بسيطه وطعمها كمان يكون بسيط. الزبده اللي انا وريتها لكم في الاول في الكنكه دي انا هنستخدمها في التبطين، وهنستخدم منها في الاخر بعد ما الم العجينه بالميه هستخدمها. هاخد منها 3 4 معالق سايحه الم بيها العجينه بتاعتي. تمام كده. تمام كده. تاني العجينه بتاعتي دي عباره عن ايه: دقيق، بيضتين، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر. وقلبت كله مع بعض، عجنتهم بالميه لحد العجينه بقت ملزقه معايا، ما هيش لابسه وما هيش ايه، ومش مهريه من الطريان، لا هي لابسه معايا بس ملزقه. بس هنا لميت العجينه بتاعتي ب3 معالق زبده في الاخر، او سمنه، عندك سمنه عايزه تلمي بسمنه لمي بسمنه، انت حره. فهنا لميت العجينه بتاعتي وهنسيبها بقى لحد ما تخمر. هنا هي العجينة بتاعتي خمرت واستريحت حوالي ربع ساعة. هبدأ بقى ايه، بدل يعني دي اسهل طريقة تبطني بيها العجين. هبدأ اكورها كور صغيرة كلها قد بعضها، كأنك بتعملي رقاق كده. تمام. فانا هبدأ اكور الكمية بتاعتي كور صغيرة، وهسيبها كمان حوالي 10 دقايق تستريح تخمر، لان انا حاطة فيها خميرة وحاطة فيها بيكنج باودر. تمام كده. العجينة دي حلوة جدا، تبعتها مع الولاد المدرسة، انت تفطري بيها تخليها للعشاء خطيرة. هنا الكمية بتاعتي خلصت اهيت. عملت منها كده، ده كيلو دقيق معايا. هسيبه ايه يخمر 10 دقايق. بصوا هنا النتيجة. هنا انا مش عارفة الصورة مالها صغرت كده. بس يعني هنحاول نتعامل. يعني هنا بعد العجينة بتاعتي ما اختمرت، جبت الصينية بتاعتي، او عايزة تعملها رخام على طول اعمل، حطيت فيها دقيق من تحت ومن فوق، وبدأت ابططها كده وافردها. ايه وهجيب المشاية اهو، ده السريع بتاعنا. بدأت ابطط بيه وافرد بيه العجينة بتاعتي، وهجيب صينية تانية ادهنها او طبق واسع ادهنه دقيق من تحت عشان العجينة هنرجع نشيلها تاني فما تكونش لزقت. بس وهبطنها بقى بالسمنة او بالزبدة. الاحسن ايه، الاحسن زبدة. انا عاملة ايه، انا عاملة سمنة على زبدة. تمام كده. ادي اول واحدة خلصت. هبدأ اعمل تاني واحدة كده بنفس الطريقة لحد ما كل الكمية بتاعة الكور بتاعتي تخلص. هفرد وارجع احطها على اللي انا فردتها، وابدا ابطن سمنه من فوق او زبده من فوق. اجيب اهو واحط دي على دي. ما تخافيش لو ما طلعتش مقاس واحد، يعني انت حاولي على قد ما تقدري تطلعيهم مقاس واحد، بس لو ما طلعتش مقاس واحد مش مشكله، يعني مش هتقفي لانها مش هتبقى عائق يعني. بس وابدا بقى اكمل بقيه الكميه اللي عندي. اخر واحده بس من فوق هي اللي ما بحطش عليها سمنه. تمام كده. عجينة سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. عاوزة تحشيها بالحشوة اللي تعجبك احشيها بيها، جبن، عايزة تحشيها سوسيس، عايزة تحشيها لانشون، عايزة تحشيها خضار بس تاكلها على طول، يعني فلفل ألوان وجبن وكده. تمام مفيش مشكلة. أنا اهو بفرد وبحط على بعض كده. خلصت الكمية بتاعتي. لو تلاحظوا ان اللي فوق ايه ما عليهاش زيت. وابدأ بقى ادخلها الفريزر ساعة. ساعة عشان السمنة بتاعتي اللي جواها تجمد. بس هنا الحمد لله الكاميرا الصورة رجعت تاني. هنا بعد الساعة ما عدت، بدأت بقى جبت العجينة بتاعتي بعد ساعة كاملة في الفريزر ما تغطيهاش. هنا جبت الصينية دي
وايه هبدأ ابطنها بالدقيق، وهرجع اغير الصينية تاني لانها تبقى صغيرة في الفرد بتاعي. تمام. فهجيب بقى العجينة بتاعتي واحطها على الصينية وابدأ افرد فيها اهي. بصوا طلعت معايا بكل سهولة حتة واحدة. الدقيق ده كله بيروح على فكرة، ما بيفضلش كل الدقيق ده يعني، بس ابدأ اهو ابطط فيها وايه افردها كويس. بس الصينية طلعت صغيرة معايا فبدلت الصينية. التبطين ده هو اللي بيخليها تبقى مورقة. انا بدلت الصينية اهو، بيخليها تبقى مورقة وهشة من جوه زي الكرواسون او المولتو بالظبط، تبقى هشة خالص. اهو ببدأ افرد. على فكرة لو كان في صينية اكبر كنت فردت عليها برضو، بس الصينية بتاعتي كده انا عاوزة السمك يكون حوالي سنتي او 2 سنتي. بس كده هبدأ بقى، انا خلصت الفرد هبدأ اقطع العجينة بتاعتي. العجينة بتاعتي مورقة جدا وخطيرة، طعمها تحفة. لو جربتيها هتعمليها على طول، تعتمدها في عشاء زي بديل للقراقيش والقرص الطرية. تمام كده. احنا ماشيين مع بعض اهو واحدة واحدة. المقادير هسيبها لك في صندوق الوصف. بس هنا طلعت المثلث اللي هنعمله اهوت. عايز انا هحشي شوية بالشوكولاتة وشوية من غير شوكولاتة. بس بدأت اهوت حطيت الشوكولاتة على اول الطرف التخين اللي هو العريض يعني، وبدأت ألف على الايه على الرفيع زي ما انتوا شايفين اهو معايا. ادي اول واحدة، جبت صينية مدهونة وحطيتها فيها. يلا اللي بعده اهوت هحط على الحرف العريض وابدأ ألف على الرفيع وانا رايحة يم الرفيع. وانا بلف كده اشد معايا الايه العجينة بتاعتي. بس هعمل الكمية اللي انا هحشيها بنفس الطريقة، والكمية التانية مش هحشيها والفها بنفس الطريقة زي على فكرة ممكن تشكليها من العجينة دي، تشكلي الفينو والكايزر على فكرة يعني. هبقى مرة تانية اعملها. احشيها بالحشوة اللي تريحك واللي تعجبك، وهنسيبها بقى تستريح كمان ايه ربع ساعة او 10 دقايق. هتلاقي الحجم بتاعك اتضاعف، وتبدأي تدخليها على الفرن درجة حرارة 180 او 200 لمدة حوالي ربع ساعة 10 دقايق كده يعني. كده خلصت الكمية اللي انا حاشياها شوكولاتة. هرجع بقى ايه الف اللي من غير حشو. على فكرة الكرواسون حجمها بيزيد، فانت لازم تبقى موسعة صينية. اول صينية معايا وموسعتهاش اغلبيتها لزقت في بعضها، بس ما اثرش عليها. بس يعني ايه الاحسن ان انت توسعي. دي تاني كمية اهي معايا من غير ما تكون هنا، من غير ما تكون محشية. دي اللي اول واحدة عملتها. هي لو تلاحظوا ان هي حجمها كبر، ولسه اكتر اصلا هتكبر اكتر لما تدخل الفرن. بدأت ادهنها بس بمية. عايزة تدهنها بيض ادهني. بس قصدي بيض وتضربيها كده مع شوية قهوة سريعة الذوبان وشوية مية، مفيش مشكلة. انا بدهنها بمية بس. انا قلت لكم انا مش عاوزة اكلف العجينة بتاعتي، وانا اصلا حاطة فيها بيضتين من جوه. دي الكمية بتاعتي كلها. هنا المولتو بتاعي اهوت بعد ما طلع. بصوا يا جماعة شوفوا اللون بتاعه خطير ولا التوريقة تحفة. بصوا تحفة تحفة. دي كنت لسه مطلعاها والله من الفرن على طول كمان يعني. قلبها فيها هش من جوه ومورق مش مكتوم. خطيرة. جربيها وان شاء الله هتعجبك. بديل للقراقيش والقرص الطرية. تحفة 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 ومش مكلف اعتقد يعني. ما بتاخدش مننا مقادير كتير ولا سمنة كتير يعني. هما معلقتين بنلم فيهم العجينة في الاول، وحوالي نص كوباية بنبطن بيها. بس كده. شيليها بقى في علب وافطري بيها او بعتها مع الولاد المدرسة. خطيرة. ودي كمية، وكان فاضل لسه صينية في الفرن. بس انا حبيت اقفل معاكم بقى الفيديو. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. باي باي.